عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة المانجا. عصير المانجا كده سهل وبسيط. معايا كده كام حباية من المانجا قشرتها، وبعد كده هقطع كده المانجا زي ما انتم شايفين، وبعد كده هاخد كده كام قطعة صغيرين احطهم في طبق لوحديهم، والقشر والبذر هحطهم كده في شوية مية زي ما انت هتشوفوا كده. هحط هنا بقى كده فوق المانجا حوالي معلقتين 3 من السكر على حسب الرغبة طبعا. هسيبهم كده حوالي 10 دقايق كده ينزل كده ميه المانجا ويكرملها، وحتى المانجايه لو حادقه هتبقى حلوه جدا. هنا برضو في الميه حطيت معلقتين 3 برضو من السكر. هسيبها كده تدوب شويه، واخلي كل اللي في البذره وفي القشر ينزل كله في الميه زي ما انتم شايفين. انا طبعا ما كانش عندي الخلاط اليوم ده كان بايظ، عملتها في الكبه زي ما انتم شايفين. بصوا السكر والميه دوبوا خالص اي حاجه في البذره وفي القشر، ممكن تصفوهم خالص. في ناس بقى بتضرب القشر ده، براحتكم خالص. هنا بقى هحط المانجا بتاعتنا زي ما انتم شايفين، هضربها كده ضربه كويسه، وبعد كده هزود عليها الميه اللي هي يعتبر عصير مانجا اساسا زي ما انتم شايفين. بصوا بعد ما تتضرب، بصوا الجمال تحفه. في ناس بقى بتزود عليها كده قرع عسل، بطاطا مسلوقه او جزر مسلوق، براحتكم خالص. اللي عايز يعمل الطريقه دي اوكي، واللي عايز يعمل بطريقته برضه براحته. احط بقى شويه تلج وشويه كده مانجا من اللي انا عملتها، واحط العصير بتاعنا. ايه رايكم؟ يا رب الوصفه تعجبكم.